السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المكان ده فين بقى يا ايمي؟ المكان ده في الشقة عندي في الدور الأول، تمام. أوضة مقفولة، بحط فيها الجهاز بتاع البنات وكده. فبما ان في ترند اليومين دول ان العريس هيجيب كل حاجة، فانا قررت ان انا اطلع جزء من الحاجات دي ليا، تمام، محتاجاها. لحد ما نشوف بقى الترند بتاع القايمه ده رايح بينا على فين. فدي الحاجات اللي موجوده في الاوضه. في حاجات ورايا بس حاجات مفروشات وحاجات زي كده ولبس والكلام ده، تمام. فهنا كده ده جزء كده من الحاجه اللي هي بتاع المطبخ، وناقص لي الرفايع اللي هي الحاجات الصغيره. وهنا كده دي حاجات برضو في المطبخ وكده. يعني مثلا ده كده طقم ميلامين، ده الشكل بتاعه، هو يعني نقشتين، تمام. فده كده، دي كده النقشة الأولانية، دي نفس الشكل. دي كده النقشة التانية بتاعته، تمام. هو لونين مع بعض. فده كده الشكل بتاعه. ده انا هطلعه لان انا محتاجاه عندي في المطبخ فوق. وكده كده ان هي بنتي مش عاجبها يعني. فلو موضوع القايمه ان العروسه هتجيب برضو الحاجه، فكده كده كان هيتغير الطقم ده لانه مش عاجبها، تمام. ده كده حاجه ماشي. وبما اني انا بقى متجوزه من زمان وكده، فكنت محتاجه ان انا اغير. هنا كده ده كده طقم توابل اللي هو الصيني اللي بيتحط في على الرخامه ده. وهنا ده طقم شاي برضو، ده الشكل بتاعه. وهنا كده ده طقم الشوربه، هو الشكل بتاعه اللي هو انهي، مش ده، لا، هو عليه فلامنكو، تمام. وهنا كده ده طقم كده للنيش، ده شكل الطقم، تمام. هو كرتونتين جوه بعض. فده انا لو جبت نيش هطلعه لان انا مش عندي نيش. وهنا كده دي كده دي شايله كحك وكده، لونها سيلفر. وده كده الخلاط برضو هطلعه، تمام. انا قلت كده افرجكم على الحاجه بالمره معايا. هنا كده ده دي بستله كده اللي هي الطشت اللي هو بتاع الحنفيه ده، برضو بيتجاب يعني ألمونيوم. وهنا كده ده كده واحد استانلس اهو. طبعا هلف كل الحاجه دي تاني يعني، انا مطلعاها بس عشان اوريكم. هنا كده دي كده حله ألمونيوم اللي هي الحله بتاع العزومات الكبيره دي، الفلاحي. وجواها في مصفى، تمام. جواها كده انا حاطه جوه المصفى الالومنيا اللي هي برجلين دي. وهنا كده دي كده الصواني بتاع الاكل، تمام. هما 3 صواني بس انا جايبه خامه حلوه يعني تقيله جدا. خلاص انا هوقف بقى اثبت الموبايل وابتدي افرجكم على الحاجه. ده كده صح مقاس الطشت قلت اوريه لكم. ده مقاسه 60، تمام، اللي هو الحجم الكبير. ده بدل الالوان الالومنيا اللي كنا بنجيبها زمان. يعني زمان كان العرايس بيجيبوا ايه، الالوان الالومنيا، لا دلوقتي بقوا بيجيبوا اللي هي الستانلس دي. هنا كده دي كده الصواني الميلامين، ماشي. انا جايبه منها شكلين، تمام. فده كده شكل اهو، ده الشكل بتاعها، ماشي. و ده كده الكتل، خلاص. هنا بقى كده ايه، ده الشكل التاني، ماشي. انا بصور بايد واحده لان انا مفيش حد واقف معايا وكده، خلاص. ده كده الشكل التاني اهو. وده كده شكل الصينيه.
دول كده بيبقوا للمطبخ. وممكن لو حد هيفطر لوحده مثلا حاجة، ممكن 2 مع بعض يفطروا على الصينية الكبيرة دي، برضه هتبقى شكلها حلو ويبقى تغيير. هنا كده عشان نخلص موضوع الصواني دي، كده صواني ده نوعها تريز، تمام. ده ستانلس اصلي ما بيمسكش فيه المغناطيس، تمام يا جماعه. نوع كويس وحلو وعملي. بصراحه انا مش حابه الصواني اللي بتتحط في النيش اللي هي ملهاش اي 30 لازمه. انا جايباها لاختها المتجوزه، بس ما كنتش حابه ان انا اجيبها لها يعني. حسيت ان الحاجات اللي هي زي كده. دي كده شكل الصينيه. ده ابني هو اللي بيصور اهو. فده كده شكل الصواني 3 مقاسات. ده النوع الكبير ماشي، عشان هي في منها نوعين، نوع مقاسه الصغير وده المقاس الكبير. ده الشكل بتاع الصينيه الكبيره وده الحجم بتاعها. هنا كده بقى ندخل على حاجات المطبخ. دي كده اطباق فته، ده الشكل بتاعها. جميله تقيله وحلوه. ده المقاس الصغير وده المقاس الكبير بتاعها. ده ينفع عزومه بقى، ينفع حاجه زي كده. انا جبته لاختها وبصراحه عملي جدا وعجبني عندها، عشان كده انا الحاجه اللي عجبتني فانا قررتها في كل الحاجات. ده بقى صواني. وندخل بقى على الالومنيوم. والالومنيوم انضف نوع فيها هو ده الاي 1. الالومنيوم بتاعته نقي جدا وجميل، وانا جربته ليا انا كمان يعني. جبته لبنتي لقيته حلو فاشتريت لنفسي. بما اني بقى من زمان وكده فقررت ان انا اشتري لنفسي. فده كده، ده كده شكل الصواني. هما 5 خلاص. ده هنا مكتوب عليها انت عمري. ايه ده، ما خدتش بالي. انا ما خدتش بالي منها. هو هنا كده مكتوب ان هي ألمونيوم نقي، تمام. اللمعه بتاعته حلوه والخامه بتاعته حلوه. انا اول مره اخد بالي ان هو مكتوب عليه اصلا حاجه. الطقم ده 5 قطع، مقاسات تدريجيه. انا جايبه طقمين صواني مدوره. ده كده طقم صواني تاني، بس ده صواني البسبوسه برضو A1، تمام. ده الشكل بتاعه. الخامه بتاعته حلوه جدا. المفروض ان بيبقى مكتوب عليه 99% نقاء، بس مكتوب عندي على الصواني اللي فوق. فده كده شكل الصواني. صواني البسبوسه. في بقى طقم تاني انا محتاجه اجيبه بس هجيبه لنفسي يعني، اللي هي صواني بسبوسه بس كبيره عن كده، تنفع في العزومات وكده ان انا ادخل فيها لحمه الفرن او حاجه. بعد كده هنا كده الطقم ده طقم صواني ألمونيوم اللي هي بغطا. ده جميل جدا جدا جدا. انا حباه لان الصواني بتاعته جديد، ممكن استغله ان انا اطبخ فيه كمان على البوتاجاز كحله. فده شكلها كده. ده شكل الغطا بتاعها. انا لسه ما ركبتش المقبض بتاعه. ده كده شكل الصينيه اهي. شكلها جميل جدا، تحسيه بومبيه كده، شكلها حلو قوي. المفروض ليها مقبض هنا يتركب، بس انا طبعا مش هيتركب دلوقتي لان هي لسه ملفوفه في الكياس بتاعتها. فانا كل قطعه بتيجي ملفوفه عشان خاطر تفضل باللمعه بتاعتها. هما 3 صواني من داخل بعض. ممكن اوريهم لكم. ده المقاس الصغير وده المقاس التاني. صور المقاسات يا محمد، هات المقاسات. وده المقاس التالت، مقاسهم كبير. بصوا يعني ده كده ال3 هم فوق بعض. نوع تاني ده شكله ماشي. دي الصواني اللي هي الطاجن الطويله. ده كده شكلها. طبعا الحرف بتاعها عالي، تمام. الشكل بتاعها واضح اهو ان هي الالومنيوم بتاعتها شكله ايه. بس بصراحه لما بجرب حاجه والاقيها حلوه بحب اجيبها كتير يعني، اجيب منها تاني. البنات عشان يبقوا زي بعض. هنا دي طقم قلايات اللي هي الطاسات بتاع التحمير. ده الشكل بتاعها.
ايوه برضو نفس الشركه. دي كده الطاسات، ده اصغر طاسه، ده الشكل بتاعها، ده شكلها اهو، ده العمق بتاعها اهو. تمام. هي ميزتها بقى ان هي مش محفور عليها زي الصواني القالب وصواني البسبوسه، لان برضو الكتابه على الحاجه او الرسومات دي بتبقى صعبه في الغسيل يا جماعه، يعني خلي بالكم مش لازم كل حاجه نجيبها نفس الشكل. ده المقاس التاني وده المقاس التالت اهو. بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله، يعني كبير وعميقه، يعني تنفع هوك كمان للتحمير. بصراحه زي غللوا في عينيا قوي، عجبوني، ممكن اطلعهم ليا. بس انا عندي طاسه كبيره، محتاجه بس اجيب كام حاجه كده صغيرين، يعني محتاجه هوك غويط كبير، ومحتاجه ايه تاني عندي في المطبخ فوق، واحد صغير اعمل فيه اكل، احمر فيه كبده مثلا لو اعمل ربع كيلو او حاجه زي كده. هنا كده الكرتونه دي كده لبانه. انا كنت طقم 3 بس انا خدت 2 ليا. تمام. حسيت ان هي كتير، يعني 3 مالهمش اي 30 لازمه، يعني محدش مش هيغلي لبن في 3 حاجات. وبعدين اللبانه المقاس الكبير ده هتشيل اكتر من 2 لتر او 2 لتر يعني مظبوطين. فانا خدته طلعته ليا. وهنا كده دي المصافي، انا جبت المصافي الاستانلس اللي هو الطقم ثلاث قطع يعني. دي القطعه الصغيره خالص اهي. ده الشكل القاعده بتاعتها والمقابض، بس مش تقيله، يعني مش تقيله قوي، مش لاقيه التقيل فجبت ده. انتوا عارفين الاسعار كل يوم بتغلى، فاللي بيلاقي حاجه بتبقى فرصه قدامه فبيجيبها بصراحه. بعد كده جبت الكوبايات اللي هي الالومنيوم. ماشي. انا عندي دي كوبايات الالومنيوم اهي. هما كان جايين لي هديه، يعني الكوبايات والبراريط جايين هديه لاختها، وكنت انا جبت خلاص فشلتهم ليها البنوته التانية. ده شكل الكوبايه. تمام. الكوبايات دي يعني مهما طلع بقى حاجات او ازاز او كده، برضو بتحتاجي كوبايه زي كده. ده المقاس الكبير وده المقاس الصغير منه. يعني دي كده الكوبايه الصغيره. على فكره انا هصور لكم كمان فيديو المفروشات. هنا كده دي البراريط. تمام. برضو معلهاش رسمه، مش عارفه يعني محدش بيبقى بيستخدمها، بس ادام جبت لاختها منها فهضطر ان انا اجيبها لها. ده كده براد استانلس. المفروض ان انا هجيب 3 براريد اشكال، فده كان واحد منهم. انا جبت لاختها ال3 استانلس زي كده، بس الرسومات مختلفه. ده براد 2 لتر. تمام. فده الشكل بتاعه اهو. حلو، يعني الاستانلس ده للتقديم، مش بتسخني فيه على البوتاجاز او كده. فده شكل ده شكل البراد معانا. خلاص. اتبقى بقى ده هون ماما الله يرحمها كان عندها، فاديتهولي، قالت لي خديهولها، فانا هشيله عشان من ريحه ماما، لكن انا لسه هشتري هون الخشب. انا بحب الهون الخشب اكتر، بس انا هخلي لها ده يعني لو احتاجته تستخدمه، بس انا على ما اعتقد ان هي مش هتستخدمه يعني. تمام. هرص بقى الحاجه دي تاني في مكانها، وبقى اوريكم الكرتونه اللي بعديها. دي كده الكرتونه التانية. دي اول حاجه كده. انا جبت بقى دي الكسرونات، يعني الحاجات اللي كان جايلي هديه فكان جايه مش A1. تمام. لكن انا لما جبت اللي هو A1. ده شكل الكسرونه اهو. الخامه طبعا يعني مش محتاجه اقول لكم تقيله. السمك بتاع الالومنيوم شوفوا قد ايه. ماشي. فتقيله وشكلها حلو. هنا كده ده طقم التوزيع، طبعا انتوا عارفينه يعني مش محتاجه ان انا اطلعه اهو.
ماشي. وده طبعا طقم توزيع اللي هو قرشه الاصلي، ما بيمسكش فيه المغناطيس، جميل جدا. اوريكم قطعه منه. ده شكله يعني، ده كده الرسمه بتاعته، انا مش عارفه هي واضحه ولا لا. ده كده الرسمه بتاعته، شكله حلو جدا. بيتحط على الرخامه. الحامل بتاعه خلاص. هنا كده دول قطعتين كده الاطباق لو احتجتهم يعني. ماشي، ثواني بقى هوريكم بقيه الحاجه، بس اقعد اجيب كرسي اقعد عليه عشان مش قادره اقف. انا هنا كده انا ناسيه عامه هي الكرتونه فيها ايه، فانا هفتح واشوف كده عشان انا مش عارفه. ده طقم السكاكين اللي بيتحط على الرخامه. لا انا هطلع لكم الكرتونه تشوفوها عشان تبقى اوضح يعني، لان طبعا مش هعرف اطلعه وارصه. ده الشكل بتاعه اهو. ماشي. وبعد كده نشوف بقى الطقم ده ايه كمان. ده طقم كنك قهوه، بس مش عارفه ده الليزر ولا ايه برضو، انا نسيت والله، انا جايبه من زمان. ده الكنك الليزر، كنك القهوه اللي استانلس اهو. ده الشكل بتاعه. ماشي. ده شكله جميل جدا، ان هو بيبقى منغبش كده، والرسمه هي اللي كده. دول 3 بالستاند بتاعهم خلاص. وده كده دي كوبايات استانلس. شوفوا يا جماعه كتكوته صغنونه، يعني لو في بيبي هيبقى حلو قوي يشرب فيها وما يكسرهاش. جميله جدا، شكلها حلو قوي، صغنون خالص. حظها ان الطقم طلع 4، يعني دايما الطقم بيطلع 3، بس المره دي كان طالع 4، مش عارفه ليه يعني، هو رزق بقى. ماشي. بعد كده ده كده طقم براريد استانلس اسلامكو. ده حلو قوي، الاستانلس بتاعه جميل. مجرباه بيتحط على النار ما بيتحرقش خلاص، فحلو جدا. الشكل بتاعه مفيش رسمه. ده احسن من الالومنيوم كمان، يعني الناس اللي مش هتجيب الومنيوم ممكن تجيب طقم زي كده، وده بيتحط على النار وخامته جميله جدا حلوه. ماشي. ده البراد الوسطاني شكله جميل. انا ايدي اتبهدلت يا جماعه من حاجه مركونه ليها فتره. ماشي. ده كده طقم مكانك القهوه خلاص اهو. A1 برضو. ماشي. ده الكتابة اللي عليه خلاص، ألمنيوم نقي. ده برضو معلش النغبشة، وده أحسن لأن بيتحرق برضو، لأن استخدام كنك القهوة بيبقى كتير. الطقم 5 كنكات، شكله جميل جدا. كان الراجل أنا كنت جايبه لها طقم وأخدته ليا، بعد كده طلبت يعني طلبت من الراجل الطقم فجاب لي طقم 6، لقيته خفيف، قلت له لا انا خليني في ال5 قطع بيبقى حلو وخامته تقيله. ده كده دي كده لبانه، انا قلت اجيب لبانه كمان استانلس. ده الشكل بتاعها اللي هي الليزر، جبتها زي كنك القهوه عشان لما يتحطوا مع بعض او كده. وهجيب طقم الحلل الاستانلس، انا عندي طقم حلل بس انا هجيب واحد تاني نفس النقشه دي، لان انا هطلع اللي انا جايبه لها خلاص. وبما ان يعني هنشوف بقى موضوع القايمه والكلام ده، بما ان بقول لكم يعني الترند بتاعها وكده، فهشوف كده موضوع القايمه ده ايه حكايته. ده كده الكرتونه انا كده جهزتها. طبعا اخوها ما عجبوش كلامي لما بقول ان انا يعني هطلع حاجات ليا، بقول لي لا شيليها لي. كده كده هو حاسب ان هو اللي هيجيب الحاجه يعني. تمام. ده بقى طقم اللي جاي ده حوار يعني تقيل جدا جدا، انا مش قادره ارفعه يعني، بما ان انا قعدت فانا مش قادره ارفعه بجد. الطقم قيم قوي، الحله بتاعته حلوه.
ده طقم حلل الومنيوم، دي الغطيان. بصوا الشكل بتاعه بيجي ازاي، بيجي كل 4 غطيان في حاجه. الغطيان تقيله، دي اول حاجه. تمام. الحلل دي ده شكل المقبض بتاعها. تمام. دي الحلل بتاعته، دي اصغر حله. لا مش اصغر حله، ثواني بقى ايه عشان اطلع لكم كده ولا صح. دي مش اصغر حله بس تقيله جدا. بصوا الشكل، السمك بتاع الحله قد ايه. الطقم ده كنت جايباه ب2000 ونص. جميل جدا، الخامه بتاعته حلوه، حله تقيله، التقفيل بتاع المقابض بتاعتها حلو جدا كسمك وكده. فبجد يعني مش خساره في الفلوس ان انت تجيبي حاجه زي كده لبنوتك. وبعدين موضتها ما بتنتهيش، يعني في ناس بتقول ما بحبش الالومنيوم، بس انا بالنسبه لي بحبها جدا. دي اصغر حاجه، شوفوا الشكل بتاعها. طبعا الحلل كلها بنفس السماكه، وهوريكم دلوقتي الحله الكبيره خالص شكلها عامل ازاي. دي كده اكبر حله، انتوا شايفين السمك بتاعها، الخامه، كل حاجه جميله جدا جدا جدا. على ما اعتقد يعني الحله دي ممكن تبقى 28 او 30، بس احتمال تبقى 28. مقاسها حلو، يعني ممكن تشيل فرخه كبيره، ممكن تشيل بطايه. حلو قوي. لا خامتها ما شاء الله ما شاء الله جميله جدا. يعني لو بجد انت عايزه تجيبي حاجه كويسه لبنتك هاتي النوع ده او الدهان الاصلي، بس بقى مغشوش دلوقتي في السوق، فنادرا لما انت هتلاقي الحاجه الاصليه. ده المقاس اللي هو التاني اللي من تحتيه. هما 8 حلل بس بسم الله ما شاء الله يغنوكي عن اي حاجه تانية. يعني انا بالنسبه لي الجرانيت بيتقشر والتيفال بيتقشر وكل حاجه، مهما جبتي ماركات هتلاقيها بتتقشر معاكي. فالاحسن لك يعني ان انت لا هاتي حاجه الومنيوم مستانلس، لان هما دول اكتر حاجه عمليه ومعمره من السلع المعمره في ظل الغلا اللي احنا فيه ده. لا هاتي حاجه معمره كده. طقم تيفال ده كده، التيفال دي كده حاجات جايه معايا، هقول لكم ايه هي. هنا ده كده 2 قالب. تمام. انا الطقم ده يعني انا نازله لكام طقم كده عايزه اخدهم. دي كده بتاع التحمير، انا عندي واحده كبيره بس والله مش بستخدمها، يعني مش بحبها. ودي كده كسرونه خلاص. فكلهم كده جايين في كرتونه، ومفروض ان كان جاي معاه طاستين بس انا ملقيتش الا واحده، معرفش ده عيب ولا ايه. وكنت انا خلاص ليا فتره يعني ما جايباه، فمعرفتش ان انا ارجعه. فطلعت الطاسه التانيه وقلت خلاص ابقى اجيب لبنوتي بقى ايه طقم طاسات على بعض. دي كده الطاسات، دي صينيه ودي صينيه. انا هوريكم بقى شكل الطقم على الكرتونه. ده الشكل بتاعه اهو. تمام. وانتوا بقى عارفينه اكيد، يعني هو منتشر قوي لان تقريبا ده ارخص سعر طقم موجود. انا كنت جايباه ب1100 وعدده حلو، يعني اللي هو كده كده التيفال الغالي بيتقشر اللي هو زهران وكده، فلا احنا اي حاجه وخلاص يعني. هوريكم شكل الكرتونه دلوقتي. ده كده الشكل بتاعه اهو. ده القطع بتاعته. كام حله؟ 1 2 3 4 حلل ولبانه، ومفروض انه طاستين وصينيه وقالب وصينيه بسبوسه و2 بروش بتاع الكب كيك والمولتون كيك وكده، والكسرونه، واللي هي الصفايه بتاع البطاطس. ده كده طقم الجرانيت اللي هو ايده منه فيه. ده كده طقم 4 حلل وصينيه وجريل. ده الشكل بتاعه. هي كان حابه اللون الموف. ده كده شكل الجريل ماشي، هو تركي. انا مش عارفه. ده كده شكل الطقم. تمام.
انا هوريكم حله واحده وبعدين هو معروف يعني الجرانيت معروف. ده الحله، ده الغطا بتاعها. انا ما كنتش حابه الغطا الازاز لانه بيتكسر، وعجبني بصراحه الشكل ده. انا عندي، انتوا بتشوفوه معايا في الفيديوهات، الطقم اللي هو الكشمير اللي غطاه ستانلس. لا الطقم ده جميل جدا. خلاص ايده منه فيه عشان ما تتحرقش وكده. وشكله حلو ولونه كمان جميل. هي مختاره كذا حاجه موف يعني. ده كده الصينيه دي انا عندي زيها. دي تقريبا صينيه مقاس 26، مش كبيره قوي. ده الماركه بتاعتها اهي، ميد اون تركي. تمام، شكله جميل جدا. بس عامه الحاجات دي ما بتبقى يعني العمر بتاعها بيبقى قصير، مش من الحاجات المعمره زي الالومنيوم والستانلس. ده السبب ان انا جايبه الومنيوم وستانلس، وانا كنت اختها جايبه لها كمان 2 الومنيوم مش واحد يعني. ده كده بقى الكبير بتاع الليله كلها. ده طقم ستانلس، وللاسف انا لما جبته كنت مش عارفه، ما كنتش مركزه، فما كانش 18/10 للاسف يعني. فعشان كده انا هطلعه موضوع بقى لاي ما كامل او ما كملش، فكده كده الطقم ده هيطلع، لان انا مش عاجبني ان انا اديهولها فهطلعه ليا وهجيب لها حاجه تانية احلى وتليه مع الكنك واللبانه، بما اني شفت شكلهم يعني حاجه ليزر وكده. فربنا يسهل باذن الله، وهجيب لها طقم جديد، بما اننا احنا مش مستعجلين يعني في الجواز وكده الفتره دي، يعني لسه قدامها شويه. فانا هجيب لها الطقم حاجه تانية، مع اني عارفه ان الاسعار رفعت، بس بجد الطقم ده مش هينفع معاها خالص، لان ال 18/10 احسن. فهطلعه حتى لو باظ عندي مش مشكله، لكن ما ينفعش انت تجوزي بنتك وبعد كده تلاقي الحاجه بتاعتها بايظه او مش حلوه او كده، لان طبعا البنات بتروح بيت غريب، عشان مفيش حما تقول لها كلمه مش حلوه، حد يقول لها كلمه حاجتك مش كويسه، حاجتك مش عارفه ايه. لا انا حابه ان بناتي يبقى كل حاجه عندهم احلى حاجه واحسن حاجه ان انا اقدر اجيبها يعني. فهطلعه بقى الاسد ده، عشان انا انتوا عارفين ظهري واجعني، فهخلي ابني يساعدني ونطلعه ونشوف كده شكله مع بعض. بس ده انا هطلعه بره خالص، بره الاوضه، وهقفل الاوضه عشان خاطر خلاص كده مفيش حاجه تانية ان انا اوريها لكم بقى غير المفروشات، وده مش النهارده. ده كده يا جماعه طقم الحلل، اللي هو 5 حلل من اول مقاس 18 20 22 24. بعد كده هركز وانا بشتري ان كده المقاسات كلها قريبه من بعض وصغيره بالنسبه لي، عشان ما عنديش المقاسات دي الصغيره دي، فكويس. الحله الكبيره بتاعه الطقم مقاسها 30، في اطقم حلالها مقاسها 32. هبقى انزل ابو النمرس لما اجيب وهصور لكم واوريكم الحاجات هناك عامله ازاي كمان والاسعار، بس مش في الوقت الحالي لان الاسعار حاليا متلخبطه والسوق حالته مش كويسه يعني. في حاجات بتغلى وحاجات بترخص وحاجات لسه ما فيش حاجه معروف رينج اسعارها ايه بالظبط. فهنبتدي كده. هطلع اول حاجه دي الحله مقاس 20 وهوريها لكم. دي كده الحله مقاس 20، وده الشكل بتاعها اهو. تمام، ده شكل الغطا. ماشي يا جماعه، ده كده شكل الغطا. عمق الحله مش غويط قوي، يعني الحله مش غويطه قوي. لما نيجي نشتري حلل ناخد بالنا من الموضوع ده. ارتفاع الحله اللي هو زي ما بقول لكم العمق مش قوي وكده، فده كده الارتفاع بتاعها. فيها خطوط كده بالليزر، شكلها حلو الى حد ما، بس ليا انا يعني مش العروسه. ده كده الحله اللي هي مقاس 30، الارتفاع بتاعها حلو. تمام، مش زي الحله المقاس الصغير. العمق بتاع الحله حلو يعني، عمقها كويس. تشيل مثلا بطايه كبيره، تشيل فرختين حلوين، 3 كيلو لحمه، جميله جدا. هجرب بقى الطقم في الاستخدام وهقول لكم. انا عايزه اوريكم شكل الحله من تحت خالص، اللي هو الختم بتاعها. ماشي، وهقول لكم برضو هو حلو ولا لا. يعني انا مش عارفه هو مكتوب عليه ايه، هو الكلام مش واضح يعني، تفاصيل الحروف وكده مش واضحه خالص. هشوف لكم على الكرتونه ايه الكلام يعني. ده كده الشكل بتاع الحلل فوق بعض. ده كده ال5 مقاسات 18 20 22 24 30. الحله 30 كبيره حلوه. بالنسبه للحلل التانية برضو حلوه مناسبه لو اسره مش كبيره او الناس مش اكيله قوي اللي هو بيعملوا كميات وكده، فبالنسبه لهم الحلل دي حلوه قوي.
هجرب الماتيريال بتاعه واقول لكم ايه شكله وايه نظامه. لان انا اول مره اعرف ان في حاجه اسمها 18x30، ما خدتش بالي خالص. فتقريبا الحله اللي تحت خالص، الحله مقاس 30، مكتوب على الكرتون ان هي بتشيل 12 لتر ونص. الحله مقاس 24 بتشيل 6 لتر و300 مللي، والحله مقاس 22 4 لتر ونص، فدي حاجه حلوه. الحله مقاس 20 3 لتر، والحله مقاس 18 2 لتر ونص. وانا هجرب هملى ازازه ميه اللي هي الازازه الكبيره او ازازه البيبسي دي، هملاها ميه واشوف هتشيل ال 2 لتر ونص ولا لا. ده شكل الكرتونه من بره، مش مكتوب ميد اون ايه برضو، مش عارفه، مش لاقياها خالص. هو الموديل تركي لكن الصناعه ايه مش عارفه، يعني عشان في ناس بتتلخبط بين ميد ان تركيا وموديل تركي. خلوا بالكم يا جماعه من النقطه دي، علشان في كتير ما يعرفوهاش ان ساعات يتخدع، يجي المحل يقول لك بصي مكتوب عليه تركي، بس انت مش واخده بالك ان هو الموديل بس هو اللي تركي مش الصناعه وكده. ده شكل الكرتونه اهو، ونشوف بقى هنجربه مع بعض في المطبخ واقول لكم رايي. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم وما تنسوش بقى تعملوا لي اشتراك ولايك وسبسكرايب ودعموني كده، عايزه القناه تكبر بيكم، وعايزه مليون اخ واخت عندي على القناه.